النهارده كنت في فرح، وفي وسط الزفه والعريس والعروسه بيرقصوا فقرات متعدده جدا بنشوفها غريبه قوي الصراحه. يعني فجاه دخل واحد عشان يأدي فقرته، وكان لابس تنوره بيقعد يلف 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 بالتنوره، والناس كلها تقعد تسقف. ساعتها سألت نفسي سؤال، لا مش ليه هو بيلف حوالين نفسه، او ممكن ليه هو بيلف حوالين نفسه، وايه اصلا الطقس ده، ومين اول حد فكر في الموضوع ده. يعني متخيل كده ان في حد قرر فجاه يلبس تنوره ويقعد يلف بيها في الافراح؟ طبعا اول حاجه عملتها سألت شات جي بي تي صديقي الفلاح، ورد عليا وقال لي التنوري اصلها جاي منين. المفروض ده كان افيه قال يعني صديقي الفلاح وتشات جي بي تي. المهم ابو تقل دم امك. عرفت وقتها ان التنوره جايه من عروض الدراويش الصوفيين. هتسالني سؤال وتقول لي يا وائل مين هم الدراويش دول؟ هقول لك عارف الناس اللي هي بتبقى في حلقه الذكر وتقعد تقول الله حي الله حي؟ ايوه هم دول. فكرة ان هم كانوا بيلفوا حوالين نفسهم بهدف التقرب الى الله، والدوران بالنسبه لهم حوالين نفسهم كان ليه معنى رمزي كبير قوي. انك بتلف حوالين نفسك معناه انك بتلف حوالين مركز الكون عشان تفكر روحك انها جزء صغير من حاجه كبيره. الفن ده مع الوقت سافر من تركيا لمصر على ايد العثمانيين، ولان المصريين بطبعهم دمهم خفيف قرروا ان هم يضيفوا على التنوره دي شويه حاجات، فضافوا زخرفه والوان من الفنون الشعبيه المصريه كلها بتتصل بالفرحه والبهجه. ومن وقتها التنوره بقت جزء لا يتجزأ من طقوس الفرح عند المصريين وبس. وما تنساش ان انت مش محتاج تلف حوالين نفسك كتير، يا دوبك بس تسيرش عليا احمد وائل هتلاقي كل حاجه حلوه وتعجبك. ما تنساش تعمل لي فولو وبس.